السلام عليكم واهلا بكم طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي في فيديو جديد من فيديوهات قناة بوابة العلوم. النهاردة بإذن الله يا سنة 6 مع بعض هنحل امتحان محافظة قنا إدارة نجع حمادي التعليمية. يلا بينا نبتدي حل الامتحان. والسؤال الأول ألف، اختر إجابة الصحيحة مما بين القوسين. العبارة رقم 1 بيرمز لغاز الأكسجين برمز O3 O2 O ولا 2O؟ طبعا الإجابة الصحيحة إن رمز الأكسجين هو O2. أما بقى رقم 2 من المواد رديئة التوصيل للحرارة، يعني المواد التي لا تسمح بسريان حرارة خلالها. الحديد، الزجاج، النحاس، الألمنيوم. طبعا الإجابة الصحيحة هتكون الزجاج. الزجاج هو المادة الوحيدة اللي في الاختيارات رديئة التوصيل للحرارة. أما بقى العبارة رقم 3 من المفاصل محدودة الحركة، يعني المفاصل التي لا المفاصل اللي بتسمح بالحركة في اتجاه واحد. المعصم، الكتف، الكوع ولا كل ما سبق؟ طبعا الإجابة الصحيحة هتكون الكوع. أما بقى العبارة رقم 4 بيوجد المفصل عند تقابل نقط. العظام، العضلات، الأوتار، جميع ما سبق؟ طبعا الإجابة الصحيحة هي إن المفصل بيكون موجود عند تقابل العظام. أما بقى العبارة السؤال اللي بعده ب اذكر المفهوم العلمي لكل من قوة جذب الأرض للجسم. طبعا قوة جذب الأرض للجسم احنا عارفين إن هي الوزن، وطبعا وحدة قياس الوزن نيوتن، والأداة المستخدمة في قياس الوزن الميزان الزنبركي. أما بقى العبارة رقم 2 مواد بتسمح بمرور الحرارة خلالها. طبعا المواد دي احنا بنقول عليها مواد جيدة التوصيل للحرارة. كده بالشكل ده نكون انتهينا من حل السؤال الأول في امتحان محافظة قنا. دلوقتي بقى هننتقل للسؤال التاني وألف أكمل العبارات الآتية. العبارة رقم 1 بيستخدم الترمومتر المئوي في قياس نقط. طبعا الترمومتر المئوي اللي بيكون تدريجه من 0 ل100 درجة سيليزية بيستخدم في قياس درجة حرارة السوائل. والترمومتر الطبي طبعا بيستخدم في قياس درجة حرارة جسم الإنسان. أما بقى العبارة اللي بعدها بيتكون غاز ثاني أكسيد الكربون من ذرة نقط وذرتي نقط. طبعا ثاني أكسيد الكربون احنا عارفين إن رمزه CO2، يعني معنى كده إنه بيتكون من ذرة كربون وذرتي أكسجين. كده بالشكل ده نكون انتهينا من حل ألف. دلوقتي بقى هننتقل ب بعنوان ماذا يحدث إذا. العبارة رقم 1 ماذا يحدث إذا تلامس جسم ساخن مع جسم بارد؟ طبعا اللي هيحصل لو جسم ساخن لمس جسم بارد هو إنه بتنتقل الحرارة من الجسم الأعلى في درجة الحرارة اللي هو الجسم الساخن، يعني إلى الأقل في درجة الحرارة اللي هو الجسم البارد. دي إجابة العبارة رقم 1. أما بقى العبارة رقم 2 ماذا يحدث إذا تعرض مسمار مبلل بالماء عدة أيام لجو رطب؟ يعني إحنا لو بلينا مسمار وسيبنا المسمار ده في الهواء لكذا يوم، إيه اللي هيحصل يا ترى يا سنة 6؟ طبعا اللي هيحصل هو إنه بيتكون طبقة من الصدى على المسمار. هي دي إجابة العبارة رقم 2. طبعا طبقة الصدى دي هي أكسيد الحديد، يعني ممكن نكتب هنا كده جنب أو يتكون طبقة من الصدى على المسمار ونكتب جنبيها أكسيد حديد. كده بالشكل ده نكون انتهينا من حل العبارة رقم 2 وكمان انتهينا من حل السؤال التاني. تعالوا بينا بقى دلوقتي ننتقل للسؤال التالت. السؤال التالت ألف ضع علامة صح أو خطأ. العبارة رقم 1 العامل المساعد بيزيد من سرعة التفاعل ولا يشترك في التفاعل. طبعا العبارة دي عبارة صح. طبعا احنا عرفنا ان العامل المساعد هو ثاني اكسيد المنجنيز طبعا في تحضير الاكسجين في المعمل. اما بقى العبارة رقم 2 جميع المواد توصل الحرارة. طبعا العبارة دي عبارة خطأ، لان في مواد جيدة التوصيل للحرارة وفي مواد رديئة التوصيل للحرارة زي البلاستيك، الخشب، الزجاج، المطاط. أما بقى العبارة رقم 3 لا يوجد اختلاف بين كتلة الجسم ووزن الجسم.
طبعا الإجابة هتكون خطأ، في اختلاف بين الكتلة واختلاف ما بين الوزن. احنا لو عارفين كتلة جسم وعايزين نجيب وزنه احنا بنضرب أصلا في 10، يبقى العبارة دي خطأ. أما بقى العبارة رقم 4 والأخيرة، الدرجة السيليزية هي وحدة قياس الكتلة. طبعا العبارة دي هتكون عبارة خطأ، وحدة قياس الكتلة كيلو جرام، والدرجة السيليزية دي وحدة قياس درجة الحرارة. كده بالشكل ده نكون انتهينا من حل ألف. دلوقتي بقى هننتقل لب. علل لما يأتي. العبارة رقم 1، بيوجد اختناق أعلى مستودع الزئبق في الترمومتر. طبعا الاختناق ده بيكون موجود في الترمومتر الطبي عشان وظيفته لمنع رجوع الزئبق بسرعة إلى المستودع حتى نتمكن من تسجيل القراءة بسهولة. هي دي إجابة العبارة رقم 1 في سؤال علل. أما بقى العبارة رقم 2 واللي بعدها واللي بتقول علل بيستخدم غاز ثاني أكسيد الكربون في إطفاء الحريق. طبعا احنا عرفنا ان من استخدامات غاز ثاني أكسيد الكربون اننا نستخدمه في إطفاء الحريق. طب ليه بقى بنستخدمه؟ طبعا الإجابة هتكون لأنه لا يشتعل ولا يساعد على الاشتعال. هي دي إجابة العبارة رقم 2، والتعليل لاستخدام غاز ثاني أكسيد الكربون في إطفاء الحرائق. كده بالشكل ده نكون احنا انتهينا من حل السؤال الثالث في الامتحان. تعالوا بينا يلا بقى يا سنة رابعة يا سنة 6 ننتقل لحل السؤال الرابع. السؤال الرابع ألف، قارن بين المفاصل الثابتة والمفاصل واسعة الحركة. طبعا احنا عارفين المفاصل هي موضع التقاء العظام. طب في المفاصل في منها انواع، في مفاصل ثابته وفي مفاصل محدوده الحركه وفي مفاصل واسعه الحركه. هنا عايزني اقارن ما بين المفاصل الثابته والمفاصل واسعه الحركه من حيث التعريف وكمان مثال. طبعا المفاصل الثابته هي المفاصل التي لا تسمح بالحركه، اما بقى المفاصل واسعه الحركه فهي مفاصل بتسمح بالحركه في جميع الجهات. طبعا مثال على المفاصل الثابته المفاصل اللي بتربط عظام الجمجمه. أما بقى المفاصل وسعة الحركة فالمثال عليها مفصل رزغ القدم. كده بالشكل ده نكون انتهينا من حل ألف في السؤال الرابع. دلوقتي بقى هننتقل لب. ب بعنوان جسم كتلته 10 كيلو جرام، اوجد وزنه على الأرض مع كتابة القانون. طبعا وزنه على الأرض مع كتابة القانون، أول حاجة هنكتب الوزن، هنكتب القانون، والقانون بيقول وزن الجسم على الأرض يساوي الكتلة بكيلو جرام في 10. طب هي كتلة عندي في المسألة بكام؟ ب10، وكمان هنضربها في 10 بتاعة القانون، يعني كده 10 في 10 هيساوي طبعا 100، يبقى كده وزنه 100. بس ده الوزن، عايزين كمان وحدة القياس، يبقى هنكتب هنا نيوتن، يبقى وزنه 100 نيوتن. وكده بالشكل ده يكون انتهينا من حل المسألة وانتهينا من حل امتحان محافظة قنا.